مش هتشوف منها ولا فتفوته غير لما تقر وتعترف ان انا صح. ها صح من غير غسيل مواعين. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ بقالي فتره كده ما نزلتش فيديوهات، قلت المره دي ارجع بفكره جديده. دول شويه ورق كده مكتوب فيهم مكونات اكله. خلاص دول كام ورقه؟ 11 ورقه. مش انا اللي كاتباهم، جوزي اللي كاتبهم، ومطلوب مني ان انا انقي من ال 11 ورقه. انا ما اعرفش حاجه عنهم. والله انا ما اعرفش حاجه عنهم خالص. مطلوب مني بقى ان انا انقي من ال 11 دول 4. مطلوب مني انقي من 11 4، يعني دول 11 مكون اكله. تمام، فانا هنقي 4، والمفروض ان الاربعه دول اخمن منهم بقى باقي الاكله واعملها، وهو يقول صح ولا غلط. صح؟ ولو قلت الاكله، لو طلعت الاربعه قلت الاكله هي ايه، طلع ال 11 كله. لو طلع ال 11 ليه؟ ما انا خلاص بقى عارفاها. لو عرفت الاكله من الاربعه، لو عرفت الاكله يعني انت هتقولي صح ولا غلط؟ هتقولي صح ولا غلط في الاول؟ لا في الاخر. خلاص في الاخر. في الاخر خلاص، عشان يبقى فيه سسبنس كده. ايوه ماشي. هبدأ اول ورق. جبنه موزاريلا. باينه جبنه موزاريلا. ماشي. بيتزا؟ لا مفيش حيله عجين والنبي. لبن. مكرونه بشاميل. كملي. لبن اهو. دقيق. ايوه مكرونه بشاميل. دقيق ولبن وجبنه موزاريلا. فاضل ايه؟ فاضل لي واحد بس بجد. بصل. ايه ده؟ بس كده. بصل ولبن ودقيق وجبنه، يبقى هي مكرونه بشاميل. ب 11 مكون. ما هو كده فاضل ايه؟ ما فاضلش غير المكرونه. صحيح، دقيق وبصل وجبنه موزاريلا ولبن. لا ما هي كده صعبه. طب عشان صعبت عليا واحد كمان. ايش؟ انت بتغشي والله. هما طلعوا 2. زبده. ايه؟ هي فيها حاجه بالبشاميل. ما انا معايا زبده ودقيق ما ده اكيد بشاميل. يعني لو جبت حوا هتقول ان ده كده بشاميل بجد. طيب ماشي خلاص. هنعمل ايه؟ نعمل هو اكيد مش بالسهوله دي ان هو يعمل لي مكرونه بشاميل. مش 11 مكون. مش مكرونه بشاميل. 11 مكون يعني. هو في اكله في الدنيا ب 11 مكون؟ ايوه. ايه بقى؟ مسقعه بالبشاميل. واحد كمان، وده اخر واحد. ده اخر واحد. الراجل متساهل قوي يا جماعه. لحمه مفرومه. لحمه مفرومه. هي حاجه بالبشاميل. او ممكن نعمل مسقعه بالبشاميل، بما انه قال 11 مكون، فده معناه ان في بتنجان وفي بطاطس وفي فلفل ناقصين. صح؟ انا هنعمل مسقعه بالبشاميل. ايه غلط؟ انا بقى بفرش في دقني، ما بعملش حاجه بجد. وهنا هنستخدم الاي كيو، بما ان في 1 2 3 4 5 لسه موجودين، يبقى في الغالب هتبقى مسقعه. انا هعمل مسقعه بالبشاميل. اوكي، تعالوا بقى بعد الفاصل. طب يا جماعه، انا بعت جبت بتنجان لان ما كانش عندي بتنجان، وانا خلاص قررت اعمل مسقعه. هتطلع بقى صح هتطلع غلط. هو نزل على فكره والورق قدامي اهو، بس انا امينه ومش هبص فيه. هغسل البتنجان واقطعه، وتعالوا بقى نشوف هنعملها مع بعض. وايه دي البتنجان؟ انا بحب اقطعه تخين شويه عشان احس بطعمه كده. طب يا جماعه، انا كده خلاص قطعت البتنجان. هحطه بقى مصفى واحط عليه توم وملح والكلام ده، وعملت البشاميل اهو، وقطعت الفلفل، وعندي الصلصه اللي احنا مفرزينها مع بعض، وعندي فاضل كده البصل والبطاطس، واحطهم بقى ادخلهم الفرن. بعد ما اعمل ده كله هرجع لكم، ولما هو يجي بقى يقول لي اذا كان هو صح ولا انا اللي صح. ماشي؟ يديني 11 مكون ويقول لي اطلع منهم 4 واعمل الاكله. طلعت بقى صح غلط اهي هتتاكل. تعالوا بقى ايه، بعد ما اشوي الحاجات دي وكده هرجع لكم تاني. خلاص كده انا جهزت حاجه المسقعه كلها اهو. هبدا بقى ارص الصينيه.
هدخلها الفرن وشويه كده واحط لها الجبنه الموزاريلا عشان اضمن ان كل حاجه جوه تكون استوت وتميكس كده مع بعض. اهي يا جماعه عملت المسقعه بالبشاميل زي القمر. هستنى بقى تبرد شويه ونجيبه يقول لنا هو كان كاتب ايه، وهفتح كمان الورق. ودلوقتي نتيجه الامتحان، يكرم المرء او يهان. بس خلينا الاول نتفق، تعالى بس كده عشان اعرف اكلمك. خلينا الاول نتفق على ان دي لو طلعت صح هيبقى في ديل، انا مش هكسب ببلاش. والله العظيم وقفت 3 ساعات اعملها. 3 ساعات ايه؟ ايوه 3 ساعات، مش البتنجان قشرته ونقعته وشلته في الفرن وشويته. لو ايوه طلعت صح هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هيبقى كده انت طباخه ماهره. يا سلام. أيوة. لا طبعا هتغسل مواعين. لا مش هغسل مواعين. لا هتغسل مواعين، انا اصلا غسلت اوريدي مواعين. لا تغسل مواعين بعد الاكل. لا وايه اللي لا؟ خلاص انت غسلتيها. المواعين اللي هتطلع. انا هغسل طبقي. يا سلام. خلاص هو هيغسل مواعين ماليش دعوه، لو طلعت صح يبقى هي صح. هي ايه دي؟ دي هنشوف دلوقتي. انا دلوقتي يا جماعه هفتح الورق كله، ولو طلع كلامي صح هيغسل مواعين. كريمه دي اللي انا فتحتها، لبن فتحتها، لحمه مفرومه فتحتها، مش ملاحظه انت بتختاري نفس الورق اللي انت. طماطم حطيت طماطم، دقيق حطيت دقيق في البشاميل، بصل حطيت بصل. يبقى كده مسقعه. جبنه موزاريلا. هو في ايه؟ فين فين الخضار؟ توم ما طلعليش على فكره التوم. ماشي. زبده حطيت زبده. في ايه؟ مش عارف. بدنجان مسقعه. انا شاطره كده. فاضل بطاطس، فلفل رومي. فين البطاطس؟ لا مش حاطط بطاطس. انا عشان كده بقول لك غلط. انا طالب غلط ايه؟ مسقعة من غير بطاطس. يا كده سلام. غلط. كده تبقى هي مسقعه بالبشاميل. انا خمنت صح. هيغسل مواعين. انت عملتها كام مكون؟ ب 12. ماليش دعوه. انا طالب مسقعة ب 11 مكون. لا احكموا بقى، احكموا انتوا. هي مسقعه بالبشاميل، انا زودت مكون، مفيش مكون ناقص. لا انت كده. لا والله العظيم بيحمل. لا، طب انت كده خلاص خسرانة. انا هاكل حكمي لوحدي. الناس، حكمي انا الفرق هاكل. بتوعك. طب يا جماعه انتوا احكموا دلوقتي. هو ما كانش كاتب بطاطس، بس انا حطيت في الصينيه بطاطس. ايه المشكله؟ ما انا استخدمت المكونات كلها. انا ما بحبش المسقعة بالبطاطس. يا سلام. أيوة. فرق. يبقى شيل البطاطس على جنب. لا خلاص يا جماعه. انا هحكم عليه ان هو اولا هيغسل المواعين، ثانيا مش هياكل منها، مش هتشوف منها ولا فتفوته غير لما تقر وتعترف ان انا صح. ها. صح من غير غسيل مواعين. طعمها حلو قوي. برافو عليكي. ها. انا كسبت يا جماعه. خلاص يا جماعه انا كده كسبت التحدي 1-0. استنوني بقى في التحدي الجاي واكتبوا لي في الكومنتات هو معاه حق ولا انا اللي معايا حق، وهقول لكم في الكومنتات اذا كان غسل المواعين ولا لا. باي باي.